السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أحبائي، أنا ممكن تتصرف النهاردة من الكلام اللي أنا ممكن أتكلم فيه. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لا أحب حاجة اسمها يوسف شاهين، لأن ما بفهم. بص، أفلامه ما بتتفهمش. أنا عايز حد يقول لي في فيلم ليوسف شاهين اسمه كذا، الفيلم عجبني كله، فاهمني؟ زي ما بيطلع مثلا من فيلم عادل امام بنقول ده الفيلم 10 10، تطلع من فيلم مش عارف ده الفيلم 10، لكن تطلع من فيلم يوسف شاهين بايه؟ ده كان في مشهد جميل قوي في التصوير في النص، ده كان في مشهد مش كده، لكن تقول الفيلم ككل لا. هنتكلم دلوقتي على الفيلم بتاع باب الحديد. هو قناوي اللي هو يوسف شاهين نفسه بيمثل في الفيلم. واد اعرج جاي من بلد وهيقعد في مصر، دماغه فيها او عقليته فيها شويه كده. عايز يتجوز مين بقى؟ هنومه مين بقى في الفيلم؟ هند وسطم. بتبيع الكازوزه، حاجه الساعه في الايه في ايه في باب الحديد. يقوم مطلعك من القصه دي، مدخلك في قصه بنت صغنونه كده بتيجي كل شويه ايه، تستنى ولد وترجع، تستنى ولد وترجع. القصه يعني دول ايه، قصص حاجات فرعيات ملهاش لازمه بالفيلم يعني، فبيدخلك فيها. مش زي اسامه انور وعكاشه مثلا لما كانت بيدخلك في لا اسامه انور وعكاشه مثلا او اي مؤلف تاني، القصص دي بيدخلك في قصه مربوطه بالحدث الكبير نفسه، فلها تاثير عليه. نعدي دي. طيب، وليه بعد يجيب لك ايه؟ نظرة عينه على واحده ست واقفه وصدرها باين شويه. اعتبر انا عن نفسي، بصت عينيه زنا، البصه بتاعت العين دي زنا. العين تزني والأذن تزني آه، نظرة عين جامده. هو يشتهي النساء، وانه اعوج وما بيعرفش يتكلم وبيتهته وكلام من ده، وما بيعرفش يتكلم خالص، فمعتقد ايه ان محدش هيبص له، فمعلق صور ايه حريم في اوضته، وهو بيبيع جوايد بقى مع عم ناوي. هو اسمه ناوي، بيبقى مع راجل بيقصقص بقى الايه الصور بتاعت فنانه عريانه ولا بتاع ولا لابسه ايه لابسه ايه، وبيلزقهم في اوضه كده عشه اللي هو قاعد فيها. فين فريد شوقي دور تاني خالص هنتكلم فيه، ولا نتكلم في فريد شوقي الاول؟ هو الزعيم بصراحه. انا يوسف شاهين بالنسبه لي لا شيء. انا عن نفسي بقول كده، وهثبت لكم بالايام هتشوفوا. فريد شوقي ليه عقده، والله العظيم ما بهزر. فريد شوقي ليه عقده مع الشيالين. انا متاكد ان فريد شوقي ده كان اصله شيال، واتحدى حد يقول غير كده. يا هو يا ابوه يا جده كان شيال. ليه؟ لان الفيلم ده وفي فيلم هاي من مش عارف من ايه، وفيلم مش عارف ايه، كل الافلام دي كلها، حتى اللي كان فيها عامل فيها وزير قايم بدورين، كلها ادوار عن الشيال، وعايزين يعملوا نقابه للايه؟ للشيالين. اللي هو اميتاب باتشان مثلا عملها في فيلم. لكن بالنسبه لفريد يعملها كتير قوي. عنده عقده من الشيالين، معناها علينا. بيحبها وعايز يعمل نقابه للناس وبتاع، وبيخاف عليهم. ويقوم بيدخلك برضه على قصه فرعيه تانية اللي هي بتاعت ايه؟ عايزين نعمل نقابه، واتنين بيحبوا مين، واتنين ضد فريد شوقي، واحد ضد مالهمش دعوه بالقصه. هو احداث متواجبه مع بعضها كده. ويقول لك عليها فيلم، يقول ان ده فيلم يبقى مريض ايه. انا مش عارف يوسف شاهين انا لا اعترف بيه نهائي يعني بجد والله. وحد يطلع يقول لي كده، هو حر وكل واحد حر في رايه. طيب الحته بس ايه؟ ليه قناوي اللي هو يوسف شاهين في الفيلم عايز يقتل هنومه؟ ليه؟ حد يقول لي ليه؟ اللي شاف الفيلم كتير هيعرف. الحدث اللي في الفيلم ايه؟ ان هنومه لما وقعت على القش في الارض وهي مع فريد شوقي، المفروض ان فريد شوقي نام معاه، واخد بالك؟ فهو شاف الكلام ده، فعشان كده قرر انه ايه؟ يقتل هنومه.
طب انا مستغرب من حاجه دلوقتي، ده كان من ضمن اولويات افلام يوسف شاهين، وهو بيحب طبعا بقى الحاجات السكس والتقطيع والمش عارف ايه. ليه ما جابش لقطه سكس في الفيلم ده، واكتفى باننا ايه نشوف العري بس في ايه، في هند رستم وهي قاعده رافعه رجليها حاطه رجليها ازاي، وتبين حته من اللحم هنا وحته من زي كده بس. عنب ايه؟ عشان اكيد حصل حاجه شافها غلط يناوي، فعشان كده عايز يقتل هنومه. اكيد شاف مش ثابت على عشه وفريد شوقي حط رجله عليها كده وخلاص، لا اكيد شاف حاجه ما بينلهاش. مش معنى هنا عامل لي فيها محترم وما بينتش، وانت اصلا في جميع افلامك الحاجه اللي يعني اي حاجه متغطيه بتشلحها. ده جميع افلامك بتشلحها يا عم الحاج. يعتمد على الاثاره والجنس والكلام ده، وبيشعب ويشعب القصص كلها ويشعب المواضيع. مثلا العامل اللي لقى لما جه يقتل هنومه قتل مكانها بنت تانية وحطها في صندوق. العامل وهو قاعد بيهرش في الجزمه بتاعته فلقى نقطه دم. اي واحد لقى نقطه حمراء ولا نقطه بتشوفها في جزمتك مش هتقول ان ده دم. يقوم ايه عامل حاجه كده فلاش باك، حاجه تدخل بطريقه غبيه جدا، غبيه جدا جدا جدا، والله غبيه جدا. صوت يوسف شاهين ده دم هنومه. ايه ده ايه ده ايه ده ده انت بتستخف بينا. وهتفضل نقطه حمراء يعني، ويقول لك نقطه لا فيها غباوه كده دخلها هنا مش عجباني. كمان نحط عليها الايه الادهى بقى في الاخر لما حب ايه يقتلها اكتر، ولما اتمرمط في الارض على الارض هو ماسكها بقى وعايز يحط السكينه في ايه في صدرها. المرياله اللي بيلبسوها له مرياله ايه بتاعت المجانين. لاحظتوا ان المرياله كانت سود وسخه اصلا مش نظيفه. احكي لكم القصه الحقيقيه بقى، نقول القصه الحقيقيه. الفيلم ده اساسا يا جماعه كان معمول عشان هياخده، عايز ياخد الفيلم ده بسرعه كده تشقيطه ويطلع بيه على مهرجان كان ولا مش عارف مهرجان ايه بره، وعايز يخلص من الفيلم بسرعه. والله العظيم. فكان عايز المهم جه مثل بس اتمثل بلقطه المشهد بتاع وهو بيلبس البدله بتاعت المجانين اللي بتتكتف دي، قميص الاكتاف اللي بيقولوا عليه، كذا مره. الدور ما يعجبوش فيعيدوا لدرجه بقت قذره جدا. يعني الناس جايه من المستشفى جايبين القميص اللي هو بكمام ده قذر، عدت عليك وما تعملش فيها ايه يوسف شاهين بقى العلامه، لا ما عدت عليك قوي يعني قوي قوي قوي، اصل ما كانش في وقت وما كناش ايه وحسسنا اهي. في فيلم تاني عمله بعد كده اللي هو كان ده عامل فيلم فضيحه هجيبه لكم، هو بيحكي على امه وايه بيعمل ايه وبتشرب ايه وبتعمل ده هو اصلا فضيحه، هو اصلا فضيحه. اللي يركبوا مين بقى؟ الواد خالد يوسف. بس خالد يوسف ما اتعلمش الا حاجه واحده بس، الاخراء والسكس والتطويل في البوس والتقطيع اللحم اللي مش عارف ايه يعني. بص يوسف شاهين على خالد يوسف الاثنين معجونين بميه نجاسه، تحس كده نجاسه في الافلام والله العظيم ثلاثه. انا بقى يعني كحب لا حد يقول لي غير كده ماشي، انا مستني رايكم. قولوا واتكلموا والله العظيم بجد قولوا. هل فيكم حد شاف فيلم ليوسف شاهين وقال عليه الفيلم رائع، ولا هتلاقيك تطلع تقول ايه في حته جميله في الفيلم؟ هنتكلم عنه تاني في وقت تاني، لان الموضوع كبير بتاع يوسف شاهين ده. يوسف شاهين ده لا يصلح نهائيا، والله لا يصلح. اسكندريه ليه على مش عارف ايه، افلام ما بتتفهمش ما بتفهمش. ويقول لك اصل العلامه علامه ايه وقف ايه ويشرب السيجاره الصوبه الطويله ومدخن شبه ويتكلم بايه بتناكه كده في الكلام. لا يا جدعان، لا ملوش في الاخوه خالص والله.
ده هو زي افلام داوود عبد السيد، ده اللي مواطن ومخبر وحرامي، مواطن ومخبر وحرامي، فيلم ده عارفينه. انا مستني ارائكم، ويت تشيروا، واشوف الشير واللايك والتعليق منكم ومن حبايبكم. كنتم مع تامر أبو المعاطي وقناتكم المحببه ممنوع من العرض. السلام عليكم.